السلام عليكم. نتمنى أكيد تكونوا بخير، تكونوا في صحة جيدة. قبل ما نتحدثوا على الموضوع تاعنا، الله يرحم ضحايا زلزال المغرب والله يشفي المرضى. الزلزال أيقظ فينا بزاف صوالح، يعني صعيب لما الإنسان كما نقولوا يفقد كل شيء، يعني في ثانية خلاص يكون وحده، ولا ممكن يفقد الأولاد، ممكن يفقد يعني صعيبة شوية، والله صعيبة شوية. شت مظاهر يعني دركا وواحد الأمور اللي خلاوني ممكن ما نقدرش حتى نهضر. صعب الزلزال. شوفوا سبحان الله انه ضرب في سلسلة جبلية، انه ضرب في الجبل شغل احتواه الجبل. يعني لو كان ضرب في أرض هشة كيما سوريا والأخرى سوريا وتركيا، يعني ممكن يدير حالة. ولهذا لما ضرب في منطقة يعني يابسة صلبة والحجر شغل شده، يعني هو مكتوب الله، يعني هذه كلها أمور الله. الله يرحم الموتى والله يشافي يعني الضحايا، باش الإنسان ماشي محذوف الخلافات صح، والتشبت بالدنيا وملذات الحياة، وأنا لازم ندير هذه وندير هذه. أحيانا الرأف والتسامح يعني نخلي هكا اسباس، ولا نخلي نضرب حساباتي. يعني الانسان نهار من نهارات يمشي احسن من انه هذيك العدائيه ومتاع ما نشوفش خويا وما نهضرش مع خويا وانا داك فلان اذاني. يودي كلشي غادي يروح في التالي، كلشي غادي يمشي، ما غادي يقعد حتى واحد. نجي نحكي على يوميات اسيا واولادها جوستومون. موضوعها مؤسف، وعايشه البؤس مسكين هاد الانسانه، خاص اللي يعاونها. يعني لو كان نعاونوها كاع حنا، نديرو حملة ونعاونو هاد الإنسانة على جال هادوك الدراري اللي الدخول المدرسي راه قريب. أنا نشوف إنه قرارها باش تروح لواد سوف قرار غير منطقي وغير صائب، حتى لو كان تحت التهديد. كيما راه تقول هي الزوج تاعها ما على باليش الموضوع، ولكن حنا في دولة قانون، كاين القانون. يعني كاين القانون اللي يحمي المرأة، كاين بزاف أمور تقدر ديرهم بلا ما تلجأ يعني للسفر. الجي بلادها، هذه الجي بلادك، يعني تعرفي كيفاش تمشي. يعني لو كانت تحقي تنجمي تبيعي، يعني ولد سوف غريبة عليك، تحياتي لولاد سوف. ولكن منطقة نقولوا ما تعرفيهاش، ماكش رافده في جيبك، صعيب العيش فيها، يعني الغربة صعيبة. كي المرأة تنتقل يعني من بلاصة لبلاصة ماشي سهلة. هاد الانسان نشوف انا، باش نكون صادق معكم، كاين امور ممكن نتوما ما تعرفوهاش بصح انا حبيت نحكيها اليوم. تواصلت معها بزاف، تواصلت معها من خلال الهاتف لأنه كانت مخليتها لأجل المساعدة. أنا كنت خدام في وقت، تعرفوا هذا الشيء، وخرجت لظروف، خرجت. أه، كنت متصل بها، اتصلت بها مرة، كنت وعدها وقت لها يعني لو كان إن شاء الله هكا الأيامات الجاية إن شاء الله نولي هكا من خلصتي ولا نخصص لك واحد المصروف صغير للأولاد. ولكن ما وفيتش بوعدي لأنه خرجت من الخدمة تاعي. وكنت رسلت لها مرة من المرات هكا حاجة خفيفة، وكنت قلت لها يعني ما تقوليش، يعني ما تخرجيش ديري فيديو تقولي يعني جابوا لي، ولا قلت لها ديريني في الستر، ديريني في السترة. ساعة انا ما طولتش يعني من وراها خرجت. يعني في الحق هي انسانه قمه، انا كنت نتواصل معها في الهاتف. ونزيدكم حاجه، شحال من خطره قلت لها يعني حطيني في المنتدى، حطيتني في المنتدى بدون اشكال، يعني ما كاش تردد كاع تماما. لانه لما خرجت من الخدمه انا شويه ودرت شويه ضعت، وسورتو كانت معايا القناه وكنت حاملها هم. تسمى كانت ساعدتني في واحد الايامات، يعني ساعدتني شغل، بارطاجاتني بزاف. دارت فيا خير. انا والله غير هاد الانسان نشوف لو كان نساعدوها حنا، كمتابعين، سيرتو راه خلات سي سي بي تاعها، يعني كصانعي محتوى. شوفوا والله غير الحاجه الانسان كي يحتاج، ما كانش حاجه صعيبه كيما الانسان يحتاج. يعني الانسان لما تبلى عليه الابواب، دوكا هي انسانه تسافر تخلي كاع الجي وتسافر لولاد سوف، ولا غير صعيب. يعني مراه صعيب صعيب حالها، وين تبات وين ترقد. الجي حتى بعدا نقولوا تعرف القنوت وتعرفوا ممكن ترقد برا وتعرف وين ترقد، ولكن ولاد سوف ما تعرف عليها والو. مع تحياتي كما قلت لكم لواد سوف، ولكن بلاد غريبه عليها. انا ننصحها انها ما تديش قرار غضب، ولا كي نقولوا في لحظه غضب، ولا كي تكون هكا منرفيه. لازم الانسان يتريث، يدرس الخطوات نتاعه. اسيا انسانه حساسه بزاف،
يعني انا ذاك الوقت عرفتها انسانه حساسه بزاف، وكشغل من الناس اللي هما لي نوبل هادو، اللي عندهم مشاعر مليحه، سما في الساعه تكاع في الساعه يتوشيها الواحد، يعني في الساعه تغضب، في الساعه انسان ما لما يبغي يقرر اليوم قرار صعيب، سيرتو لما يكون عندك ابناء وباغيين يقراو ومستقبلهم، اليوم صعيب انك تقرر، لازم لما تبغي تقرر تقرر قرار جماعي باش تقدري ترفدي ولادك وتديه لمنطقه واحده اخرى. مالغري تو الامور ممكن هي تعلم بها، وكاين بزاف امور اللي هي ادرى بها، ولكن اليوم حنا في دوله قانون، الدوله تحمينا، تقدري ديري بزاف صوالح كما قلت لك، عن غير باش تروحي فقط ونهز كابتي ونمشي. نقدر نقعد تما، عندك خاوتك اللي يدافعوا عليك، عندك ناسك، عندك ممكن فاميلا، كاين القانون اللي يقدر يعدل بيناتكم، هنا ما حناش غابه واحد ياكل واحد. انا هذا هو الشيء اللي حبيت نقولها لاسيا، وان شاء الله تسمع الفيديو نتاعي اكيد، وان شاء الله يوصل لامينه اختها. تحياتي لهاد الناس، هاد الناس ما عندهمش فقراء، ما عندهمش. سيرتو اسيا ما عندهاش بزاف، يعني لاحقه بزاف ما عندهاش. وشتو انا خطره قلت لكم، ولا الفيديو اللي فات كنت هضرت على الدخول المدرسي ومشتريات الدخول المدرسي، بزاف كاين ناس يعتبروا ان الفيديو مجرد فيديو هامشي لا يهم، ولكن لما تكونوا في الحياة وتعيشوا وتشوفوا الناس اللي ما عندهمش، تعرفوا قيمة واش هي مشتريات أدوات مدرسية، انه كاين بزاف ناس في مجتمعنا ما يوصلوش، كاين بزاف ناس ما عندهمش، وخير دليل هذه الحالة. لو نعاونوها احنا كمتابعين وكأصحاب قنوات، اكيد نكونوا درنا خير كبير في انسانة ممكن حياتها ماش عارفة كيفاش تمشيها. الله يرحم ضحايا الزلزال، الله يرحم ضحايا زلزال المغرب، الله يشفي مرضاهم أكيد، والله يعطيهم الصبر إن شاء الله، وإلى فيديو جديد.